مجموعة العرجاني بسم الله ما شاء الله مش سايبة حاجة إلا وبتشتغل فيها. السنة اللي فاتت كان في شركة اتأسست في مصر، كنت عملت لها ريل كامل بتكلم على الصناعة اللي هم ناويين يشتغلوا فيها. شركة اسمها رولينج بلس اللي كانت داخلة مشروع بنسبة 70% و30% مستثمرين خليجيين. كانوا هيعملوا إطارات عربيات بجميع الأحجام والأشكال. وقتها قلنا إن ده موضوع مهم جدا وإحنا محتاجينه، لأن إحنا بنستورد كاوتش العربيات ده من كل حتة في العالم، ماليزيا، اندونيسيا، فيتنام، تركيا، أي بلد بنجيب منها كاوتش. فكون إن إحنا هنصنع الكاوتش بتاعنا فدي حاجة كويسة جدا. إلا إن المشروع ده من ساعة ما أعلنوا عنه لحد النهارده ما سمعناش عنه أي حاجة. امبارح بقى وأنا كده قاعد بقلب في الشرق بلومبرج بشوف أخبار الدنيا إيه، لقيت الخبر ده. مجموعة العرجاني استحوذت على 50% من شركة رولينج بلس حسب الخبر، علشان ينعشوا المشروع من أول وجديد ويبتدوا ينتجوا الكوتش اللي احنا المفروض كنا ننتجه من السنة اللي فاتت، بهدف إن هم يصدروا 50% من إنتاجهم. دي حاجة عظيمة طبعا. بس المجموعة داخلة باستثمار قد إيه بقى؟ مليار يورو حسب الخبر. طبعا يا رب الموضوع ده يكمل على خير ونشوف فعلا إطارات عربيات بأنواع مختلفة وكواليتيز جيدة تنزل السوق المصري ونصدرها، خصوصا ان الشركة مستهدفة 7 مليون اطار سنويا تصنيعا في مصر.